السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي أشرح إزاي تخلي الترمينال بتاعتك شبه اللي هتطلعلك دلوقتي على الصورة. الترمينال اللي هي لما تدوس سيم دي تطلعلك دي الترمينال. تمام. إزاي تخليها شكلها أحسن وأفضل؟ أه عشان تخليها شكلها أحسن، الأول هنروح على مايكروسوفت ستور. هتوصل عند البرنامج ده، بعد كده تدوس جيت. تمام. بعد ما البرنامج نزل هتدوس عليه اوبن. هو هيظهر لك كده. تمام، بس الفونت اللي هو الخط ده هيكون مختلف. احنا عايزين نخليه نفس الخط. ادوس دونت شو. عايزين نخليه نفس الخط اللي موجود هنا. هنعمل ايه؟ اولا هنروح على الموقع ده، هسيبهولكوا في كومنتات. تمام، هننزل لحد فين ده، نعمل داونلود. تمام، بعد كده هنروح على مكانه. هنعمل له extracting files. تمام، هيظهر لنا كده. تمام، احنا نروح عاملين كنترول ايه. تمام، بس تنزل، بس تدوس كنترول وتعمل ديسلكت الاتنين دول بس. تدوس كده انستول. طبعا انا عندي اصلا، فانا همسح الاتنين دول. يعني انت بعد ما تستنى تعمل انستول، بعد كده تروح للتيرمينال، هتدوس على السهم اللي هنا وتدوس على settings. وعشان كمان تخليها ديفولت تيرمينال اللي هو يفتح لوحده كل اي حاجه ليها تيرمينال. من هنا تخش هنا تختار اللي هي الويندوز تيرمينال. بس عشان اصلا تقدر تعمل كده لازم تكون على اخر تحديث الويندوز 10، اللي هو 22 تقريبا، 22.2، مش فاكر الصراحه. المهم، هننزل هنا على الديفولتس كده appearance. بعد كده هندوس show all fonts. بعد كده هنختار الفونت جيت سبرين مونو نيرد اللي هو احنا لسه منزلينه. ثانيه، سيف. بعد ما عملنا سيف، ازاي نحط خلفيه للترمينال؟ انا مش هحط خلفيه دلوقتي، عايزين بس اوريكم ازاي ممكن تخلي الترمينال بتاعتك كمان اللي هي مخفيه. مثلا كده فيها مخفيه حبتين كده. وممكن يعني ان انت مثلا فاتح موقع فهي مش هتقدر تشوف كويس، فانت ممكن تخش على السيتنجز وتدور على ثانيه بعد اذنكم. دور هنا على اكريليك ماتيريال. دوس سيف. بص، هتبقى هنا باينه واضحه. لو عايز بقى تحط وول بيبر خلفيه للتيرمينال، هتيجي برضك الديفولتس هنا، وتخش على appearance نفس الكلام كده، تنزل باك جراوند ايمج. ممكن تخلي الديسكتوب هي الديسكتوب بتاعتك، او ممكن تخليها اي حاجه تانية. يعني مثلا انا مش عايز اخليها نفس الديسكتوب. فين؟ اه اهي. مش عايز اخليها مثلا نفس الديسكتوب، عايز مثلا اروح دي بيكس، مثلا ويب بيبرز. اختار اي حاجه من عندي. مثلا اختار ده مثلا يعني. فبس. ولو عايز تخلي التيرمينال بتاعتك تبقى تعمل لها فاست فيتش، اللي هي زي هظهرلك دلوقتي عندك على الشاشة زي اللينكس. تعالى اعلمك ازاي تخلي التيرمينال عندك يتعمل لها فاست فيتش. المهم دلوقتي هنخش نكتب كل حاجة. انا كل الكومنتس اللي هستخدمها هسيبها في الكومنتات تحت. تمام، انا هخش هنا. ثانية، هنخش باور شيل او سي ام دي، مش هتفرق، بس انا بفضل باور شيل. تمام، بعد ما تحط ده. تمام، كده انت هتكون نزلت سكوب. بعد كده هتروح تنزل اللي هو ده سكوب مين باكيت عشان تتأكد بس. ده هي موجودة عندي، فمش لازم انزلها تاني، بس هو اللي هياخد وقت عندك عشان تنزل. طب بعد كده سكوب فاست فيتش، او برضك ابديتنج سكوب. انا كده كده عندي الفاست فيتش، بس بوريكم ازاي تعمل فاست فيتش.
تمام. هو هنا بعد ما اخلص يعني انت لما تيجي تفتح الترمينال مش هتلاقي بيعمل عندك فاست فيتش على طول. فاست فيتش بص هو هيجي يعمل لك يعني انت لما تكتبها ازاي بقى تخليها اللي هو يعمل اوتوماتيك، والصراحه انا ما بفضلش ان هي بتاخد وقت قبل ما تتعمل. فهندوس كلوز اول، هنروح احط لكم الباث بتاع الفايل عشان ما حدش يتوه، اللي هي دي. فين بعد كده هنروح هنا ندوس اوبن او edit. تاخد وقت معلش. لا هو المفروض ما يكونش كده. open with notepad. تمام. هتفتح لما بعد ما تفتح من النوت باد هتكتب فاست فيتش، تدوس كلوز سيف. انا هسيب لكم دي، يعني انت هسيب لكم دي في الكومنتات. تعملوا لها بيست هنا في الباث هنا. تمام. بعد كده لما تطلع تكتب تاني، بس مش هجيلك في السي ام دي، هجيلك في باور شيل بس. باور شيل بس. ولو عايز تعمل كستمايزيشن هبقى انزلها في فيديو تاني. وبس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.